بشلل في يده التي ضرب بها الولد، ولحد دلوقتي كل يوم والتاني بنلف على دكتور ومفيش فايدة. اسمع الى هذا الموقف العجيب بعدما تصلي على النبي الحبيب محمد. وانا اتحداك انك تكون سمعت قصة عن ظلم المواريث زي القصة اللي انت هتسمعها مني دلوقتي، وانادي فيها على كل ظالم يلي واكل ورث اخواتك البنات هتروح من ربنا فين. انادي على كل ظالم واكل ورث اخواته او واكل ورث ولاد اخوه بعد ما مات هتروح من ربنا عز وجل فين. والله العظيم يا جماعة الموقف اللي انت هتسمعه مني دلوقتي حدث معايا شخصيا بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا هحكي لك الموقف بالنص. اتصل علي واحد من 3-4 ايام بالظبط، وبعدين بيقول لي يا شيخ احنا 4 رجالة ولينا اخت واحدة بس، ابونا مات وساب لنا البيت والارض والغيط والفلوس وكل حاجة. خلي بالك كم راجل؟ 4. وكم بنت واحدة. وقال اختنا دي يا عم الشيخ متجوزة وجوزها ميت، حط بين قوسين كده تربي في يتامى. طب وبعدين اسمع بقى للجملة اللي جاية دي بيقول ايه؟ واحنا عيلتنا ما بتورثش بنات. احنا كده ما فيش حاجة عندنا اسمها ان البنت تورث، ما فيش حاجة اسمها حقك في البيت 100,000 200,000 فهتاخديهم. لا ما عندناش الكلام ده. قلت له بس يعني نسأل سؤال كده قبل يعني ما نخش في الموضوع، هو انت بتشرع بمزاجك ولا ده شرع مين يا جماعة؟ شرع ربنا. اسمع بقى في يقول ايه؟ ما انا عارف يا عم الشيخ، بس ده ربنا طبع على قلبه يا جماعة، مش فارق معاه حلال ولا حرام، مش فارق معاه جنة ولا نار الا من رحم ربي عز وجل. طب وبعدين؟ قال لي يا عم الشيخ المشكلة ان اخواتي حدث لهم العبر ومفيش فايدة. قلت له ازاي؟ قال من سنة فاتت في ولد من ولاد اختي اللي جوزها مات، اللي بتربي في يتامى، اللي احنا واكلين حقها ببطننا ظلم، واكلين ورثها ظلم. قال ابنها جه الاخ من اخواتي وقال له يا خال انت يعني شايف ظروفنا والدنيا والغلا يعني، فبالله عليك يعني تدينا حقنا ولا تدينا حاجة من حقنا. اقسم بالله قال لي والله يا شيخ ضرب الولد بالقلم على وشه، ومن بعدها باسبوع اصابه الله عز وجل بشلل في يده التي ضرب بها الولد، ولحد دلوقتي كل يوم والتاني بنلف على دكتور ومفيش فايدة. قلت له والله ولو قعدت تلف لحد يوم القيامة مش هتلاقي فايدة الا لما اخوك يدي اختك حقها. ادي الاول. وبعدين قلت له يعني انت ممكن اللي بيحصل ده من ايه واللي بيحصل ده من ايه؟ قال لي يا شيخ ما هي اكيد بتتحاسبن علينا، يعني بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وانت عارف يعني حسبنا الله ونعم الوكيل؟ معنى حسبنا الله ونعم الوكيل يعني بقول له يا رب كل الابواب اتقفلت الا بابك يا رب. بقول له يا رب الدنيا كلها هتيجي عليا بس انت اللي هتكون معايا يا رب سبحانه وتعالى وجل في علاه. طيب والتاني بقى؟ قال والله العظيم يا شيخ محمد من 3 أسابيع ولا من شهر فات عمل حادثة بالعربية بتاعته. بيقول لي انت شفت لما تمسك ورقة كراسة كده وتكرمشها في ايدك؟ قلت له قال لي ده اللي حصل معاه بالعربية بتاعته. فما كان مني الا ان قلت لهذا الرجل، قلت له وخاف على نفسك لان الدور جاي عليك. خاف على نفسك يا اللي واكل المواريث لان الدور جاي عليك. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله. يقول يا شيخ ده راحت للمحكمة
ونجري على محامي ونزور اوراق وندفع رشاوي، وفي الاخر طلع ان هي ملهاش حاجة. قلت له طب هتعمل ايه في المحكمة الالهية الربانية في يوم القيامة؟ محكمة امام الله الشهود فيها الملائكة والقاضي فيها هو الملك سبحانه وتعالى وجل في علاه. تقول لربنا ايه بقى؟ ده اختي يا عم الشيخ وهتسامحنا، ده احنا وقفنا معاها، ده احنا ساعدناها في جوازتها. مفيش الكلام ده يا جماعة والله العظيم. الحسابات دي ده حسابات الدنيا، حسابات يعني ملهاش لازمة. اما يوم القيامة قدام ربنا بالحسنات والسيئات بس، مفيش حاجة غير كده. ربنا عز وجل يقول فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تاني بقى اسمع بقلبك كده، ربنا يقول ايه بقى؟ فإذا جاءت الصاخة يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. انت عارف معنى الآيات يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا يجي قدام ربنا يوم القيامة يتمنى ان اي حد يكون ظلمه في الدنيا. اي حد. اتمنى ان اخويا يكون ظلمني علشان اخد حقي منه يوم القيامة. اتمنى ان اختي تكون ظلمتني علشان اخد حقي يوم القيامة. اتمنى ان امي وابويا يكون ظلموني. تخيل تتمنى يكون لك مظلمة عند ابوك ولا عند امك ولا عند حد من ولادك. ليه؟ لان انا يوم القيامة عاوز اي حسنة باي طريقة، عاوز اخلص من اي سيئة عندي باي طريقة. فيجي الظالم والمظلوم يقفوا قدام ايد ربنا عز وجل سبحانه وتعالى وجل في علاه. ادي الاخ الظالم اهو، وادي الاخت اللي اتظلمت. يا رب يا رب انا في الدنيا ما قدرتش عليه. يا رب في الدنيا كان بيزور ويرشي. يا رب يا رب في الدنيا كان واكل ميراث. يا رب قدام ربنا بقى هتقول لربنا ايه بقى؟ يا رب احنا عيلتنا ما كانتش بتورث. يا رب هناخد من عندنا ونروح ندي جوزها اللي هو غريب عننا. مفيش الكلام ده يا جماعة. اما قدام ربنا عز وجل تعالى بقى ربنا عز وجل ياخد من حسناتك انت كظالم، ياخد من حسناتك يلي كلت المواريث. الله اعلم بقى بجبال الحسنات على قد المظلمة والميراث والفلوس والارض والغط اللي انت كلته. فربنا ياخد من الحسنات ويحطها على حسنات المظلوم. يا رب انا لسه لي حق عنده. يا رب حسناته خلصت، فناخد من سيئات المظلوم ونحطها على سيئات الظالم ثم يطرح بها في جهنم ولا حول ولا قوة الا بالله. بعد الكلام ده يا جماعة قال لي انا هقول لك على حاجة يا شيخ. قلت له اتفضل. قال لي انا هجمع اخواتي الثلاثة وانا الرابع ونتصل عليك وربنا عز وجل يفتح قلوبهم ليك. ولو ما استجابوش اسمع بقى ده المطلوب بقى، ولو ما استجابوش يا عم الشيخ انا هجيب واحد تاجر عقارات يفصل البيت ويشوف اختي ليها عند كل واحد مننا ايه، وانا عن نفسي هديها حقها مني علشان اكون بريء قدام ربنا عز وجل. فانت لازم تعمل كده. انت اللي واكل المواريث الحق رد، الحق راجع نفسك. اصل انت بعد ما تموت ولادك مش هيصلحهم والله العظيم ما هيعملوا حاجة يا جماعة. يقول لك ولادي بقى يبقى يعملوا عم الشيخ نعيش اليومين بس اللي احنا قاعدينهم. ومين قال لك انك انت ولادك هيصلحوا عنك؟ طب ما انت مربيهم من حرام وبتاكلهم من حرام وبتلبسهم من حرام. بعد ما تندفن يعني سلمكم وعافاكم الله هيقول لك اهو راح في 60 ما اعرفش ايه. وده بيحصل والله العظيم الا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. فاوعى توصل نفسك ان حد يدعي عليك ويقول حسبي الله ونعم الوكيل.